السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد لترتيب المزرعة ونروق الدنيا هنا ونشيل الطوب ونشيل الكسر ونشيل الكلام ده كله عشان تبقى الدنيا راقية، وعشان بإذن الله في الفيديوهات الجاية انا كنت قايل لكم ان انا اجيب زواحف، فهنعمل احواض وكلام من ده عشان نرتب للي جاي، فلازم نروق الدنيا دي كلها ونهديها قبل ما ابدا اي شيء وقبل ما اعمل اي حاجة في الدنيا. اللي انا عايزه منك انك تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك وتمونت حلو وتدعمني فيه، ده اللي انا عايزه منك. ودلوقتي انا مستني الراجل اللي يجي يشيل معايا، واحد حبيبي جاي دلوقتي هنشيل مع بعض ونروق الدنيا، ومستنيهم يجوا، ومنعم اخويا برضه هو كمان هيجي. يلا نستنى الراجل عم يجي. الراجل جه يا جدعان، اخويا حسين الراجل الجدع. عامل ايه يا ساحس؟ اخويا هنروق الدنيا ونظبط الكلمات. تحت امرك. خلصان امر الله واحد. هنبدا دلوقتي. قول للناس اعملوا لايك واشتراك وكومنت كده وروق الدنيا. قول لهم ادعموا خوليو. يا خليو ادعموا خوليو. ادعوا خليو زي ما قال كده يا جماعه. يلا عشان نبدا المعركه. عم منعم اخويا بعيد. دلوقتي يا حسين كل ده هنشيله من هنا خالص، نشيل الحاجات الطب ده كله، هنشيله من هنا وهننقل القرى جوه تاني. هو كان الاول جوه ونقلته هنا، فهرجعه تاني. والله ما صلى على النبي وجماله. البلاط ده كله خش جوه هنشيله وهندخله برضه جوه، فاهم؟ منعم اخويا برضه كده نشيل احنا الثلاثه. ودي انا كده في الاخر خلص انا بقى اشوف لي مكان ندخلها جوه، عشان عايز افضل المكان ده كله عشان المكان ده يتعمل زي حواض وكلام من دوني، عشان باذن الله هيبقى فيه زواحف وحاجات من دي. تمام ماشي يا خليل. فنبدا بقى ونقول بسم الله. مش عارف السجاد ده اللي طلع فوق ولا طلع امتى والله، بس عادي. يلا بقى. وهنا هوني بس على غلا وغاليه، والزغلول الصغير هناك اهو. هو اسمه الزغلول مش زغلول، انا مسميه زغلول مش ابو الزغلات. ده الزغلول الصغير اهو. انا مش عارف مزاجه وحش ليه، معاق. وده طبعا غالي وغالي. على كده يا غالي مش عارف، غالي بيقعد يعفرنا بيلطمنا على وشه. عايزين برضه كان ننضف لهم لان الدنيا جايفه عندهم خالص. بس الله ننضف لهم يعني احسن. عادي يا خليل. ودو انا مش عارف اسميها، اسميه الاشكيف، ما اعرفش جاي منين ده. اشتغل لك اشكيف. انا اوريكم الاشكيف. اشكيف والله. طبعا لوجو خوليو العالمي. خوليو صم. هنبدا نشيل. اثبت بس التليفون يا باشا. اثبت التليفون. نكنس اول. هنكنس جوه مكانهم. خلاص نكنس جوه مكانهم بعد كده نبقى نحاول. تعالى القرا جوه اصلا مبهدل اصلا، ما دخلتهاش من زمان. نكنس اللي انا عايزه ان ده الشال. شد ده كده، شيل كده معايا. شيل معايا. شيل ده تخرج بره. سيبها بس. لا سيبها. افتح نفسنا طريق. افتح لنا طريق بس مؤقتا بس كده. تمام. كل ده يتكنس عشان نبقى الطب محطوط على نظافه. لا مش هنحط جوه هناك كده، لان الحته برضه هتبقى هيتحط فيها حاجه بس قدام شويه بس، فاهم؟ فعايزها تبقى فاضيه زي ما هي كده. تمام ماشي. هنكنس دي. ثبت التليفون عشان نبدا بقى نكنس ونروق الدنيا. هنبقى ايدنا بايد بعض ننجز قبل ما الليل ما ينزل، عشان اصلا احنا داخلين على المغرب خلاص. يلا نثبت. وطبعا لما جينا نثبت التليفون لقينا الحاج منعم طالع. حباب تعملوا ايه؟ كان روق الدنيا ورن عليكم. قلت لك تعالى لي عشان هنروق الدنيا دي كلها فوق معاك. انا نازل اصلح الموتوسيكل. لا موتوسيكل ده رفعه ازاي؟ شنو الجزر؟ شنو الجزر؟ تشوفها من هنا تعمل ايه؟ انا هتطلع جزر امبارح 92. طبعا اخويا حسين الله يبارك له. اخويا حسين الله يرضى. ابو فرده نزل يجيب حاجه وجاء. اجيب لك ما ترش ما بدل العفر ده يعني ولا بلا ميه؟ ماشي هروح اجيب له مواقع يا جماعه. ما حسين احلى حاجه في ابويا الله يديله الصحه ان على طول مالك جردل بتاع الميه. امسكها اجيب لك كوزه ثانيه واحده اهو. خد مش عايز. الله يبارك لك. عايزين برضك نبقى نعمل مكان برضك فيه ورد شويه زرع كده رايقين، يبقى برضك للنفسيه اما الواحد يحب كده يستجم يطلع يقعد فيها. بس مش دلوقتي، قدام شويه. لا اما ممكن تيجي قبل الزواحف بقى، الله اعلم. انا لسه في حاجات كتير برتب لها وحاجات كتير مبهدلاني وحاجات كتير مدربجه دماغي،
واكتر حاجه بقى بتشجعني ان نعمل كل حاجه بسرعه الدعم او الكلام اللي بيتقال، لان الكلام ما كلام بيتقال لك بيديك عزيمه جميله. مفيش احسن من واحد مثلا او حبايبك او متابعينك او اخواتك، بلاش متابعينك ديني، سواء بنات او صبيان، كلكم على دماغي، او اطفال. متابعينك دولت لما بيقول لك كومنت حلو بيديك عزيمه جميله قوي، بيديك عزيمه، او تلاقي الاشتراكات بتزيد، لايكات، تعرف ان تعبك ومجهودك على فايده. انما ما تقعدش تطلع عينك وتتمرمط وفي الاخر ما تلاقيش مجهود، فانت بتقوم محبط كده، فاهم؟ فاللي انا عايزه دلوقتي ان احنا تدعموني عشان يبقى في شغل جديد وفي شغل. بصوا باذن الله باذن الله باذن الله السطح يعني هتبقى شامله من كل حاجه، طيور، زواحف، حيوانات، كل ما يخطر على بالك باذن الله على قد ما اقدر. بس اني برتب لها من دلوقتي عشان ما اعملش حاجه وارجع اشيلها عشان اعمل حاجه تانية، لا، ابقى منظم من دلوقتي ومرتب من دلوقتي باذن الله. فانا عارف ان الجنب لو بتاع كذا، الجنب لو فيما بعدين مش شرط اعمله دلوقتي، بس فيما بعدين هيتعمل في كذا باذن الله، وهكذا وهكذا وهكذا، ابقى منظم دنيتي تمام. وباذن الله برضه هيبقى في فيديو واحنا بنعرشها ان ثانيه واحده اوري لكم اهو. اخو حسين الله ينور عليك. ابو فرده كان طلع على الرشه دي، يعني كانت بتاعه البنر بتاع فرح احمد اخويا، طلع على الرشه، فاحنا عايزين نبقى في مره بس ما يسمعني يبقى يشوف الفيديو صحيح. اقوم جاي في مره وقال له نطلع على السطح برضك، ونقوم طالعين فكنا ونقلنا هنا عشان الشتاء وعشان الدنيا اللي جايه لنا يبقى فيه شتاء، والحمام زي ما انتم فاهمين الحباسه هنا، فالحباسه تبقى كلها ميه لان كلها صرند اصلا. فعشان ما اظلمش الحمام معايا انا برضه هقفل له من الجنب اللي هناك ده بمشمع، ومن فوق مشمع اللي هو الجنب بتاع تيار الهواء من هنا، لان الهواء بيجي من هنا. انما الوش ما ينفعش اقفله له، ممكن الحاجات اللي زي دي يعني اقفلها ممكن، بس هبقى كتمت الدنيا عليهم. فمش عارف بقى، الله المستعان. كده كده الجنب ده يبقى برضه كل حاجه مترتبه لها، والزاويه دي كلها حته دي تخيل حاجه معينه كده هتقفل برضك. البلكونه كده كده ممكن ابقى اعمل الورد في البلكونه والزرع والكلام ده، والجنب هناك ده برضه هيتقسم لحاجات، والجنب ده انا مرتبها هي احسن من الاوضه. فاهمين حاجه؟ هتبقى هي احسن من الاوضه وعاطيه معاها مساحه وعاطيه معاها وسع. وبعدين لو في هواء او في صوت اي حاجه، فانا المايك الريسيفر بتاعه القطعه اللي فيه دي يعني واصله، يعني محول وقعت مني، فلو في صوت ولا كده لسه الحداد بس انا بجيبها، انا طالبها من على امازون، لحد ما تيجي باذن الله يبقى الصوت اوضح واحسن باذن الله. بس كل حاجه مترتبه لها. اللي انا عايزه منك بس تدعموني، ندخل نبص على اخويا حسين. ندخل لاخويا حسين. ادي انت كسرت المعشه. ايوه يا شرطك البرا يا حسين. ابو فريده، ابو فريده سابنا وخلع تحت بجد. طب هنعمل ايه دلوقتي يا حسين؟ ابو فريده سابنا وخلع، بس هنعمل ايه؟ شوف مقشه بلح. طب نكمل كده عم اشوف ممكن اجيب مقشه بلح. مقشه بلح، كانت المشيت البلح هنا هوني، بس مش عارف ابقى وديها فين والله يا حسين. اي امسكها يا ساحس، اخو ابو ساحس. هتمشي معاك دي؟ الله يبارك لك. خلي بالك براحتك يلا. طبعا ما هو يخلص انضف الغلي وغاليه بالمره، والبلبل وبلبله عشان الدنيا عندهم جيف هنكسب وقت. وننضف لهم، لان انت ما بتسيبهم زياده عن اللزوم من غير ما تنضف لهم بيلموا فاش وممكن يصنطهم وكلام من ده. فاحنا قد ما نقدر نبقى بدري بدري بننضف لهم وبرتب لهم الدنيا. طبعا دول الخلطه بتاعتهم، ده اللي بعملها على ايدي يعني بجيب الذره، بجيب البسله، وبجيب الذره العواجه، كل حاجه لوحدها وانا اللي بخلط. ما بحبش اجيب الخلطه والكلام ده، بعمل انا على مزاجي اكله معينه. بس في حمام منهم بيحب ياكل البسله، مش عارف بسله ولا فاصوليا يعني والله، اللي هي الخضره دي يعني بيحب ياكلها بس. وفي اللي بيحب ياكل الذره الاصفر والبسله دي يعني. وساعات ما بياكلوش الذره العواجه، قليل اللي فيهم بياكل ذره عواجه. فمش عارف دي، لو حد عارف اشمعنى يعني مش كل الحمام زي بعضها، يا ريت يعرفني في الكومنتات نفوت بعض برضه. طبعا لو سبتها دلوقتي
قوم طايره لان رد تاني. نفسي والله مع ان كان خلعوا مني قبل كده. هم نضف لهم وارجع لكم تاني. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين نضفنا ده الباور بانك بس عشان تنفصل مني. نضفنا لهم وفرشنا لهم فرشه عشان بعد كده نبقى نغسلها على طول، ما نقعدش نكنس ونقرف في نفسنا ونقرف فيهم. وهنا بلبله حبيت اغير لهم الاماكن كده اللي هو الموضوع يبقى حلو بالنسبه لهم، الدنيا تبقى حلوه. الحاج حسين الله يعينه اخويا. وهنا الاكلات والسقايات كان كلهم بروز بتاع الحمام، فسيبتهم يبوشهم لان حاولت حتى فيهم في فور قلت ما اسيبهم يبوشهم بالك انهم شاطفينهم شطفه حلوه يقوموا معايا. واحنا دلوقتي اهوني نكنس اهو الدنيا دي كلها. كنست اخويا حسين حبيبي يا خيليو اخوي، فكرني بالجد انت يا حسين. زي ما انتوا شايفين اهو الطوب ده اتحول يا حسين. احنا عم نكمل تحويل الطوب الثاني يكون الليل دخل مننا. لا يا خيليو احنا نعمل اتفاق. قول لي صح. انا هحول معاك بس ينجز في اقرب وقت، نقتل نفس ان احنا نخلص قبل ما الليل ما ينزل. ماشي خلصه قدام الناس هو وعد. وعد اجدع ناس. قول له ما تنسوش تعملوا لايك. ما تنساش تعمل لايك اخويا حسين. اثبت بقى على الرينج لايت وعشان نعرف نتعامل. جهزنا في الريش على طول. عادي. طبعا بقى ما عادش فينا النص، شكلنا اصلا هننقل دول وفريد هو قاعد بيهندس علينا يعني. طبعا كل مره هو بيقف يهندس ويصور. تعال ارجع ورا شويه عشان الشكل بقى. كل مره بيقف يهندس ويصور. المره دي مخليه يشتري هو. والله التهديل. هي هنخلص يا وبقيه الحاجات تبقى الجزء الثاني بقى، يعني ممكن ما تبقاش النهارده يعني ممكن حسين قول له اعملوا لايك وشير بس بسمعك ده. معانا يا حسين جنب منها. قول له سمعك الغشيم. كده. قول لهم شيروا شيروا حطوا اي حاجه. يلا ايوه خلي مالكش الراحه. راحه. الصلاه على النبي وحش. خلي بالك حسين ما يسخنش الا بصور. حصل وقت توقيف التصوير بيشيل براحته. طبعا ده يا جماعه عايزين ندعمه كلنا. عنده صفحه اسمها يوميات ابو زيد. خشوا تعملوا لايك وشير ومتابعه. يوميات ابو زيد. ومنكوش بركه الا هو روم الصابع غشيم. اديله يا جدعان. اي حد عايز يطلع حاجه ينزل حاجه يظبط الدنيا، حسين ابن حلال وراجل شاينه بيجري على اكل عيشه لاجل عياله وما بيبصش للحرام. احط لكم رقم تليفونه، اي حد عايز اي حاجه ينظفها يطلعها ينزلها. وشغال في الرخام برضه. وشغال في الرخام، صنايع رخام وصنايع موبيلي. لما زينك عملت ازاي؟ مسك يا اسطى وانا واقف معاه. هو كان بيولع سيجارات. لا كان مسك المعسل التليفون ما بيشربش. والله هجربها كده كهرباء ودون اول ما لمحه واقف. عرفت ازاي؟ الله يا جدعان نعم ابو سام. وطبعا يا جدعان ابو فريده قام مطلع الفرد اللي انا لسه كنت بتكلم عنه. قال لك ما بيطيرش مخروق. وقفوا جنب الفرد التاني ده قام خلع مني. ابو فريده اهو يا جدعان. يا ابني هيجي ايوه بقى بن وخلع على الفرد. لا يا عم مش دول يا جدع، دول تبع محمد نشأ. قام نزل حاطط على السطح ده، بس هو بقى صاحب نصيبه بقى ما اعرفش. انا ما عادش فلش شويه دولت لان احنا ما عدناش هنقدر نكمل اصلا. اخويا حسين يا عم والله، اخويا حسين شمس الاداره النادره، اخويا اللي مالوش بركه الا هو والله الوكيل. كده احنا نقلنا كل دولت ودول تاني اللي نقله. مين اللي نقل دولت حسين؟ من عم خم محطنا. ما هي محطنا. محطنا اخويا عالمي اخويا. انا اللهم صل على النبي وجماله بقى. يبقى احنا بقى نقوم كنسين. صور اللوجو بتاعك. ما ده بيجي معاه فيديوهات كتير مستر منها. ما عادش في الا دول. وطبعا اللي نزل ما عادش في نهار.
فالتصوير هيبقى قليل قوي. هيجي بقى في ايه، انا هجيب لكم في اخر ما نخلص الحته دي يعني، اجيب لكم لقطه بس وانا بكنس، واللقطه الثانيه وانا بختم معاكم الفيديو. وباذن الله الجزء ده الجنب الثاني دوني ان في سجاله وفي حاجات برضه في منشور. انا اللي غاسله. انا اللي غاسل السجاد. الله اكبر. الله اكبر. السجاد وتحط رقم. حد لازم عايز السجاد ولا حاجه. خلصان خلصان رقم. ايوه يا زرع. ولان انا هخلص واكمل معاكم واشرح لكم الله يدور بعد كده. طبعا الحاجات هنا دي يعني مش عارف اللي على دي انا اسمنت ولا ايه ده بالظبط. المهم ايه، هي باشت وبقت 100 وهو برا. بس انا بورشته، شغلت دماغي. انا كنت اقعد احت ويطلع عيني. هخلصهم لان انا اللي بصور نفسي، مش حد بيصورني، واجيب لكم بعد ما اخلص. طبعا كنا خلصنا ندخل نجرة ميه عشان غلي وغالية، والفرد التاني طفش من اخويا على عمر. واروح افتح الموتور واجي. وطبعا فتحت الموتور والميه اشتغلت. طبعا يا جماعه ده اختراع ابويا، عامل خاص قوم الدنيا، بس مش عارف متوسط الدنيا ولا الحنفيات دي فين. بروح في الموتور بسرعه بدل ما يتحرق. وطبعا لان الطبع يا جماعه الحمد لله وكل المهمه تمت على نجاح. ودلوقتي اقدر اقول لكم ان هنكمل الجنب الثاني الفيديو الجاي. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وكومنت ودعموني. سلام.